تخيل معايا تخدم بلادك بدمك، تغامر بحياتك باش تنقذ رهائن وترجع لدارك معتقد أنك درتي الواجب، وفجأة كيقتلوا صحابك واحد بواحد وكيقتلوا مراتك قدام عينيك. ومن بعد تكتشف أن العدو ماشي روسيا، العدو كان لابس بدلة رسمية وكيخدم في الحكومة ديالك. البداية المهمة اللي قلبت كل شيء. القصة كتبدا في سوريا، فرقة من القوات الخاصة الأمريكية كيدخلوا لواحد المبنى مهجور باش يحرروا رهائن. الدخان، الرصاص، الانفجارات، العملية كانت محكمة. جون القائد ديالهم كان قدام، بارد الأعصاب، مركز، عارف خدمته. كيحرروا الرهائن وكيبان أن المهمة سالات. ولكن قبل ما يخرجوا جون كيقلب في جيب واحد الجثة ديال مسلح سوري، كيشوف التليفون ديالو، وهنا الصدمة. الراجل ماشي سوري، كان جندي أمريكي سابق. جون كيبدا يحس أن شي حاجة ماشي طبيعية، وفجأة صاروخ RPG كيطير عليهم من جهة روسية. المكان ما كانش مخبأ متمردين، كان مستودع أسلحة روسي سري، يعني شي حد ورطهم. كيهربوا بصعوبة، كيطلعوا للسطح، الهليكوبتر كتنقذهم. ولكن جون كان عارف اللعبة أكبر من مجرد عملية. 3 سنين من بعد الجحيم كيبدا. جون رجع الحياة عادية، مراته حامل، كيتسنى يولي أب. ولكن فجأة واحد من صحابه القدامى اللي كان في الفريق كيتقتل قدام داره. من بعده واحد آخر، احترافيين ماشي مجرمين عاديين. جون كيحس بالخطر، وفي ليلة هادئة كيكون جالس في الصالون كيسمع الموسيقى، وفجأة الضوء كيطفى. الدار كيدخلها الظلام، كيسمع خطوات، كيخرج المسدس ديالو، كيتمشى بشوية، كيقرب لغرفة النوم. ولكن كان فات الأوان، مراته مقتولة. جون كيتصاب، كيتنقل للسبيطار، ومن داك النهار مات الرجل اللي كان فيه شوية سلام، تولد وحش. الكابيتان كارين كتجي تزورو، كتقول ليه أن القتلة روس، ولكن CIA قررت تسد التحقيق. علاش دولة بحال أمريكا تسكت على اغتيال جنودها؟ جون مقتنعش، كان متأكد اللي دخلوا لدارهم كانوا محترفين، خدمة ديال دول ماشي عصابات عاديين. الانتقام. كارين كتسرب ليه معلومة صغيرة، كاين واحد سميتو أندري هو اللي سهل دخول القتلة لأمريكا بجوازات مزورة. جون ما تسنى حتى شي أمر، كيتمشى المكتب أندري، كيدير راسو سكران، كيطردوه، كيلاحقوا في الطريق السريع، وفي واحد المنعرج كيصدموا عمدا. أندري كيموت. جون كيدخل الحبس، ولكن حتى في الحبس كان كيلعب الشطرنج. قال لهم عندي اسم خطير، إلا بغيتوه خرجوني. روسيا، الفخ الكبير. كيخرجوه مقابل يعطيهم الاسم. فيكتور، جاسوس روسي خطير، كيقرر يمشي معاهم لروسيا باش يقبضوا عليه. الطائرة كتسقط، كيهربوا بصعوبة. جون كيبدا يشك فريتر، كيشوفوا كيهضر مع روس وفلوس فوق الطابلة، كيظن أنه خانهم. ولكن الحقيقة كانت أعقد. كيوصلوا لشقة فيكتور، كيلاقيو الحراس ميتين، وفيكتور لابس سترة ناسفة. كيقول جون جملة ما تنساش: أنا وانت مجرد بيادق، شي حد بغى يشع الحرب بين أمريكا وروسيا. جون كيطلب منه يهدر كتر، ولكن فيكتور كينفجر. قناصة كيبداو يطلقوا النار، فوضى، دم، صراخ. كيهرب جون متنكر بجندي روسي. الحقيقة الصادمة: جون ما كانش باغي غير ينتقم، كان باغي يعرف شكون خطط لكل شيء. كيواجه وزير الدفاع الأمريكي في حمام مطعم، كيهددو وكيعترف. كان بغي يشعل توتر سياسي مع روسيا باش الاقتصاد يتحرك، باش الشعب يتوحد ضد عدو مشترك. وجون وفريقه كانوا مجرد طعم، مراته كانت خسارة جانبية. جون كيسجل الاعتراف، كيعطيه للCIA. النهاية: كارين كتوصله للمطار، كتعطيه جواز سفر جديد، هوية جديدة، حياة جديدة. ولكن واش فعلا الحرب سالت ولا غير تبدلات الوجوه؟ نهاية تشد التعليقات. لو كنت مكان جون
واش كنتي غادي تسامح ولا تنتقم بطريقتك الخاصة؟ كتب رأيك في التعليقات لتحت.